ملي كيوقع شي موقف كيحرك المشاعر ديال الانسان، الدماغ كيدوز مباشره لحاله الطوارئ، وكيبدا وجهك كيسخن وقلبك كيضرب، النفسيه كتشتت. هذه هي الغريزه، الا شداتك في شي لحظه كتدفعك تفاعل بلا ما تفكر. وهنا فين كيبان الفرق بين واحد كيتحكم في ذاته وواحد الموقف هو اللي كيتحكم فيه. الانسان اللي كيعرف يضبط نفسه كيبقى واعي، وكيكون عنده واحد الفاصل زمني بين الاحساس ورد الفعل. كيتعامل مع الموقف بحال كيتمشى فوق الصخر، بين كل خطوه وخطوه كيفكر مزيان، حيت عارف لا الجو درام غيجي على راسو. الرد السريع معروف غير لعب الدراري، واخا شي مرات كيجيك داك الاحساس بانك خاصك تجاوب في الحين، وخاصك تتبين الموقف ديالك، خاصك ترد على الاهانه، وخاصك دير شي حاجه تثبت بها الوجود ديالك. ولكن الحقيقه هي ان السرعه في التفاعل هي اكبر دليل على قله التجربه، اكبر دليل على ان المشاعر ديالك هي اللي كتحركك ماشي عقلك. في الاخر كتلقى راسك نادم على القرارات الغبيه اللي خديتي وما تستافدتي منها والو، كتعطي غير القوه للطرف الاخر اللي باغي يستفزك. باش تمرض بنادم كون ديما معطل، وهذا معطل كتعني التاخير المعتمد، ماشي كتسكت حيت خايف، ولكن حيتاش عارف باللي الوقت هو اللي كيحكم. مهم تعرف تتحكم في التوقيت ديالك، حيتاش الردود الفوريه غالبا كتبان ضعيفه ولا عامه عاطفه، اما الردود المؤجله كتكون وازنه وعندها واحد التاثير كبير. وغتلاحظ من بعد انك اكتسبتي واحد القدره على انك تفاري مع بنادم المنامه بجوج كلمات. التحدي في هذا الشيء كامل هو تقدر تبنى هذه المبادئ وتخدم بها، توقف قبل ما تجاوب، تراقب راسك كيفاش كتحس، وتخطط امتى خاصك تجاوب، وتامن باللي ماشي اي معركه خاصها رد الفعل. كاين اللي غير بسكواتك غادي تغرقو، والرحله ديالك في هذا الاتجاه غتبعدك من العالم اللي كيتصرف بلا وعي، وغتخليك انسان ضابط نفسه وكيقرا اللقطه قبل ما توقع. اما التسرع غيبقى ديما يخرجك غير في نفس النتيجه، ديرها اليوم وتندم عليها غدا.